السلام عليكم. وواش المباركه من افضل واحسن الكيكات اللي كنحضر بهم انا الكيك ديزاين بيرسونيلمون هو هذا المولي كيك او بديل المولي كيك اللي هو اقتصادي جدا. غتتبعوا معايا الطريقه والتفاصيل، واهم حاجه هي الطريقه كيفاش غتتبعوها ماشي الوصفه. والوصفه غنخليها لكم في اول تعليق، وغتشوفوا كيفاش الطريقه وكيفاش غادي نطيبوه بطريقه سلسه. واي واحد ما عندوش حتى الفران ممكن يحضر هذا النوع ديال الكيكات. على بركه الله غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، عندي هنايا 180 غرام ديال السكر السنيده، وعندي واحد القبيصه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الفانيلا. وغادي نطربوا الخليط مزيان مزيان تيضاعف الحجم ديالو على هذا الشكل هكا. غناخذوا 108 مليلتر ديال زيت المائده اللي غادي نبداو نخويو بشويه بشويه وحنا كنطربوا، ولكن الباتور ما يكونش مجهد، يعني في لو فون ديالو يكون غير الدرجه الاولى صافي. وغادي نحيدوا الباتور وغناخذوا ان فوي اللي غادي نبداو نضيفوا الدقيق والحليب في نفس الوقت، يعني مره حليب مره دقيق. بالنسبه للحليب يكون حتى هو بدرجه حراره المطبخ اللي غنحتاجو فيه 108 مليلتر. وبالنسبه للدقيق الابيض اللي كنغربلوه على هذا الشكل هكا، العبار ديالو غادي يكون 270 غرام. غادي نضيفوا شويه دقيق شويه حليب حتى نكملوا العناصر ديالنا كامله. واخر حاجه غادي نضيفوها هي 12 غرام ديال الخميره الكيماويه. غادي يكون الخليط على هذا القوام هذا كيف ما كتشوفوا. غناخذوا مول ديال 15 سنتيمتر وغادي نضيفوا الخليط ديالنا. اول حاجه قبل ما نضيفوه ضروري نشوميزيوه بورق الزبده، نطابوطيه واحد شويش. والسر من الاسرار ديال الطياب ديال هذه الكيكه هذه هي الكوكوط. غادي نديروا الكوكوط سخون قبل ما نضيفوا فيها الكيك، وغادي نديروا تحت منها هذاك السيباراسيون اللي كنديروا تحت من الطاجين، وغادي نخليوه يطيب على مده ديال تقريبا واحد ساعه ونص ساعتين على البوطه تكون مهيله. ومن بعد كنخرجوا الكيكه ديالنا على هذا الشكل هكا كيف ما كتشوفوا، راه كتضاعف الحجم ديالها بواحد الطريقه راه ما تصوروش. انا كنت كنطيبها في الفران وما كيضاعفش الحجم على هذا الشكل هكا الصراحه. انا غادي نقطعو قدامكم وغادي تشوفوا الطبقات كيفاش كيجيو متناسقين. ولا بغيتوا الطبقات يجيو متناسقين ما تقطعوش هو سخون، خاصكم ديروا الفيلم اليمونطير وتدخلوه الكونجيلاتور لمده ديال 3 ديال السوايع، عاد ممكن تقطعوه. راه كيجي واحد الكيك اللي خطير بزاف، زوين وبنين. واهم في هذه الوصفه هذه كلها راه هي التفاصيل والاسرار اللي عطيتكم دابا الا بغيتي تنجح معكم الوصفه. اما بالنسبه للمقادير غنخلي لكم في اول تعليق. ما تنساوش ديروا لي اللايك وشي كومونتير زوين بحالكم، ونشوفكم على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.